بسم الله. اخباركم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انت بدأت يكون عندك رد فعل غريب مش زي العادي. في ناس في حياتك انت كنت ماشي وراهم خلوك تخسر كتير جدا، وكل اللي بيجي بيروح. حاول انك تعمل خطة عشان نفسيتك تكون متظبطة، وكمان عشان تنظم حياتك. انت هتاخد قرارات شديدة من خلال شغلك، او عشان مشروع معين كنت شغال عليه الفترة دي. بلاش تعاند مع حبيبك عشان تحافظ على استقرار العلاقة بينكم. كمان انت مهمل جدا الايام دي معاه، وتقريبا يعني منفض لشريكك على الاخر، فده عامل مشاكل بينكم كتير. اهتم بأسرتك واهلك برضو، واهتم بشريكك كمان. الاهتمام ده هيخلي الحياة ليها طعم مختلف. حاول تبعد عن اي حاجة بتعطلك عنهم. حاول انك تغير نظام حياتك. اتمتع باللحظات الحلوة في حياتك. قلبك رقيق جدا، بتحب الجمال والرقة. نظرتك للمستقبل كويسة وواقعية جدا. اي موقف صعب بيقابلك بتتصرف فيه بحكمة، او اي مشكلة في شغلك بتتصرف فيها برضو بحكمة. يومك مليان بالايجابيات اللي بتساعدك انك تتغلب على اي حاجة، وتتغلب على اي حاجة بتضايقك. خليك واثق في نفسك وما تبصش وراك مهما كانت الظروف اللي حواليك. بالنسبة للمرتبطين، حاول انك تشوف اي موضوع او تخلق اي موضوع وتتكلم فيه مع شريكك، وخليك عارف ان الحياة مليانة مواقف صعبة هتعرف تقف قصادها او تواجهها. بس ممكن مش هتعرف تعمل كده لوحدك. استعين بشريكك عشان يقف معاك بأي مشكلة هتمر بيها، وكمان عشان يحس باهتمامك بيه وتقديرك في بعض الأوقات. فده بيخليه يهتم بيك اكتر. طول ما انت بتقوله مثلا تعالى اقف معايا في المشكله دي، اقف معايا في المشكله دي، هيحس ان انت مهتم. في بشاير خير وحب ورضا. ممكن يكون في مبلغ من شخص معين. المبلغ ده ممكن يكون مثلا قرض او فلوس كنت مسلفها لشخص معين. كمان انت صبرت كتير عشان توصل للفلوس دي. انت اتظلمت كتير، ومن اقرب الناس ليك دايما بتفكر وتقول انا ليه بيحصل لي كده. اه انت مشغول جدا باوضاع مالية. ممكن تصرف فلوس. حاول انك تنتبه من العصبية كمان والانفعال. عندك شغل جديد او حركة مالية في اموال خاصة بالصحة. ابعد عن الكسل الفترة دي. في شوية ضغوطات. ممكن تكون مش مرتاح في علاقتك. كمان انت محتاج ان شريكك يعذرك. حاول انك تتفاهم معاه. هتشوف ناس بقالك كتير ما شفتهمش، هترجع مرة تانية تشوفهم بعد فترة طويلة جدا. عندك مبلغ مالي هيوصلك. ممكن يكون عندك عزومة للناس بتحبهم. عندك فرص حلوة جاذبية. عندك ارتباط بالنسبة لبعض الناس يعني. حاول تكون رايق، ما تكبرش المشاكل مع الناس القريبة منك، لان ممكن يحصل مشاكل الايام اللي جاية دي. كمان بلاش تخلي الامور دي تأثر على العاطفية بتاعتك. هيشغلك موضوع بخصوص شراء سيارة او موبايل. المهم هتشتري حاجة جديدة كنت عاوزها. عندك شهرة كبيرة على السوشيال. انت شخص بتبحث عن حاجة كنت عاوزها. كمان انت بتلفت نظر الناس اللي حواليك، او بتلفت نظر شخص اخر معين بيهتم بيك. هتشوف نفسك بطريقة كويسة جدا. اوعى تخلي الناس وكلامهم يأثر عليك. خلي بالك لان انت ممكن تتوتر بسبب الكلام ده. انت قادر خلال اليوم انك تعمل حاجات كتير جدا في حياتك، خاصة انك مليان بالطاقة والحيوية والنشاط. عندك فرص حلوة للسفر، وعندك انسجام جدا مع الناس اللي حواليك. ممكن يجيلك فلوس من شخص معين او شخص بعيد عنك. بتسمع اخبار حلوة هتفرحك. استغل اليوم لان ممكن يكون عندك بداية حب جديد. هتتخلص من الضغط اللي عندك بشكل تدريجي. كل الامور اللي كانت مليانة ضغوطات ومشاكل دي هتخلص، او الحاجات اللي كانت شغلك دي هتتحسن معاك كتير كتير جدا. هتقدر انك ترتاح شوية من المشاكل. يعني انت عندك اوراق كنت مستنيها. عايزاك تنتبه جدا من انك تخسر اموال، او انتبه انك تخسر شخص
حاول تنتبه على قد ما تقدر، حاول تكون رايق، ولو قابلتك اي مشكلة صغيرة ما تكبرش الامور. انت محتاج ان شخص يساعدك في الايام اللي جايه دي عشان ما تبقاش تحت ضغط العمل الفترة دي. حاول انك تنتبه من اي ضغوطات ومشاكل، انت قادر على التحدي وهتعدي كل حاجة هتقابلك. بس اهم حاجة انك تكون هادي، انتبه من المواجهات واي مشكلة ممكن ما تكونش في صالحك، لان الفترة دي فترة مواجهات. في عندك علاقات مهمة، بس حاول انك تنتبه على شغلك وصحتك، محتاج تعمل شغل وحاجات كتير وراك. خلي الشريك يعرف ظروفك، وحاول انك تخصص له وقت من وقتك. يعني في خبر حلو بيخص طفل معين، ممكن يكون في حمل او حاجة كويسة. في شخص غالي عليك هيتصل بيك خلال الايام اللي جاية. كمان في بداية علاقة جديدة بالنسبة للناس الغير مرتبطين. في علاقة جديدة بالنسبة للمرتبطين بتكون اقرب واحد لكل الناس اللي حواليك، واقرب كمان للشريك. في رومانسية لشريكك، في طاقة عالية من الرومانسية، في استقبال للحب، والعلاقة العاطفية كويسة جدا. هتحس ان علاقتك ابتدت تكبر، هتهتم اكتر بيها، هتدخل مرحلة جديدة، هترجع التوازن، هترجع الامور كلها لطبيعتها، هتكون لصالحك. في احداث هامة، هتدوق طعم الراحة، في تغييرات مهمة ومثمرة ليك. حظك هيدعمك جدا خلال الايام اللي جايه. عاوزاك تفرح لان انت هتحقق احلامك سواء في العمل او العاطفه. كمان للبعض منكم هيقفل الصفحات القديمة، هيبدأ من جديد. البعض منكم واللي فكر في الانفصال هيبدأ يرجع علاقته، هيبدأ من أول وجديد. الحظ بيحالفك في كل حاجة هتعملها. أي شخص عانى في الفترة اللي فاتت دي من العزلة هيبتدي يرجع لحياته الطبيعية، هيبقى في تغييرات كبيرة، هتصفي الخلافات كلها. آم، هتحسم أمورك كلها بقراراتك النهائية في العلاقة العاطفية، هتتحرر من القيود. البعض منكم هيحسم قراره بالانفصال، والبعض منكم هيحسم قراره بأنه يسامح ويغفر للطرف الآخر. هتسمع أخبار تخص قضية طلاق، بس أنا بنصحك إنك ما تفرحش، لأن انت هتكون مبسوط من الخبر ده. البعض منكم هيتحرر من علاقات زوجية كانت تعباه. هيكون في اختيارات معينة، هتفضل وتكمل حياتك كده ولا تنفصل وتستريح، لان انتم بعد كده هتكونوا حذرين جدا في اختياراتكم للعلاقة، لانكم كنتوا عايشين علاقة وهمية غير مستقرة. ده بالنسبة اللي كانوا منفصلين. بعد كده اختياراتك هتكون مدروسة، هتختار الاشخاص اللي انت هتكون واثق فيهم. كنت بتحس بتوتر في حياتك الزوجية، ممكن بعد كده تفكر في السفر، لكن انت دلوقتي هتحط النقط على الحروف علشان تعرف تفكر لحل وتاخد قرار حاسم. هتشوف هتنهي العلاقة او تكمل. بالنسبة للعازبين هيكون في حب جديد، شخص بيميل للاستقرار، هيكون في خطوبة، زواج، رومانسية. بالنسبة للمرتبطين في توتر شوية بسبب انك مشغول جدا بسبب شغلك، بس الفترة اللي جاية هيكون فيه اهتمام، في استقرار. بالنسبة للمتزوجين هيكون عندك فترة استقرار، وشريك حياتك هيدعمك وهيقف جنبك، وهيدعمك بطريقة كبيرة جدا. بالنسبة للمنفصلين في اخبار هتسمعها عن الشريك او اخبار هتقولها له، او بتفكر في حاجة والشريك برضو بيفكر في نفس الحاجة دي. كان في فترة كبيرة جدا من الانفصال بسبب العناد والشك والقلق والتوتر. كان في صدمة، لكن انت بقيت بتفكر كويس وتعبت خلال الفترة اللي فاتت، او تعبت في الفترة اللي شريكك سابك فيها. بس في لقاء قريب جدا، محدش هيقدر يفرق بينكوا تاني. هتفكر مرة واتنين وتلاتة في الحاجة اللي هتحسها بتضايقه ومش هتعملها. البعض منكم عنده مشاكل مادية، مصاريفك كتير جدا، وده أثر على حياتك الرومانسية. في حد بيحبك هيديلك مساعدة معينة، هتخلي حياتك تتغير 180 درجة. هيكون عندك نقلة مميزة، جزء منكم هو اللي هيكون عنده النقلة دي. انت انسان عطوف وحنين، بتقول اي حاجة في قلبك، ما بتشيلش من حد. حاول انك تخلي بالك من نفسك، عندك جبل من الحزن مخليك عايز تحكي وتفضفض، لكن محدش لاقي. لكن انت مش لاقي حد تفضفض له او حد تتكلم معاه وتكون ضامن انه ما يطلعش سرك بره. كلام الناس كتير عليك، انت مش عايز حد يضحك عليك تاني. انت بس عايز حد يديك
طاقة ايجابية عشان تحس بالامان، محتاج حد يلحقك من التفكير اللي انت بتمر بيه. مكنتش مستوعب اي حاجة من الحاجات اللي كانت بتحصل فيك او الحاجات اللي كانت بتحصل حواليك. عاوزك تطمن، لان دي مرحلة وهتعدي، وخد بالك من الشخص اللي قلبك ارتاح له، لانك لما بتحب حد بتسد ودانك وبتقفل عينك، ما بتشوفش اي حاجة وحشة فيه، حتى لو عملها ما بتشوفهاش خالص. مراية الحب عمية طبعا. ارجع لطبعك، ركز شوية في حياتك واسرارك، حاول انك تخفي الاسرار دي عن اي حد. عايزة اقولك ان في شخص معين اخد منك لبس معين، ولكن انت اتأذيت بسبب اللبس ده. الشخص ده ظلمك من اللي هو عمله فيك او الحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي. كل الناس بيشوفوك من بره حاجة، لكن من جوه حاجة تانية. بيقولوا عليك محظوظ، لكن بالعكس انت ضاع منك حاجة معينة. يمكن يكون حبيب، فلوس، حاجة غالية عليك. بس اطمن، حظك هيدعمك، هتعوض كل اللي راح منك. ما تزعلش من اشخاص كانوا معاك حاجة وخلوك حزين لما انت عرفت ان هم غدروا بيك، لان ده اصلهم ظهر على حقيقتهم. انت حبيتهم من قلبك، اخدوا كل حاجة منك، فلوس وحب ورزق، كل حاجة. وانت كنت شايفهم وهم بيسرقوك وسكت، بس عشان خاطر انت بتحبهم. بس للأسف هما مش هاممهم حاجة، ولا هاممهم طيبتهم، ولا هاممهم طيبتك قصدي، ولا هاممهم اي حاجة. هما مش طيبين عموما زيك. قبلوا طيبة قلبك دي بالخيانة والغدر ومشيوا، وانت وقفتهم على رجليهم بالحاجات اللي هم اخدوها منك. بس خليك فاكر ان الحياة سلف ودين، وكما تدين تدان. الظالم هيتظلم، والمظلوم هينتصر على اللي ظلمه. هيقابلوا ناس زيهم، هيقابلوا اللي هياخدوا الحاجات دي منهم واكتر كمان. بس انت ربنا هيكرمك بحاجات اكتر من اللي سرقوها. استغل كل الفرص اللي هتجيلك، واشتغل على نفسك وسيبك منهم. لان انت عندك تطور ونقلة، وكل امورك هتبقى معاك وفي صالحك باذن الله. القدر هيقف في صالحك باذن الله تعالى، وربنا هيقف جنبك، وهتحقق كل اللي انت كنت عايزه.